نهاية كلاسيكو إنجلترا بين مانشستر سيتي ونادي ليفربول الذي انتهى لمصلحة بيب غوارديولا بنتيجة 2-1 على الأنفيلد. مباراة جميلة من ناحية مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة بعد دقيقة 90. انت تفاصيل كل مباراة والباقي ما تشتمل اللايك والأبوني. وهيا نبداو في هذه المباراة الجميلة. يفتح التسجيل سوبوسلاي اللاعب المجري في الدقيقة 58 عن ضربة فوت مزيانة على الأخر كيما انت قاعد تشوفها توا. فوت حاجه مش نورمال. المره الثانيه يعملها انت تو سوبوسلاي. هدف اول ضد ارسنال وهدف ثاني ضد مانشستر سيتي. ماركل كان على الانديه الكبار في اوروبا على في البريمير ليج. هو ماركل لحد الان 5 مخالفات. هذه اول لاعب خارج الانجليزي ماركل 5 مخالفات مع نادي ليفربول والسيزون توا لو فات. وزيد تقدم بعد يعود اليكم نادي مانشستر سيتي في الدقيقه 92 يسجل هدف اول برونو فرنانديز عن طريق ضربه راسيه بعد اسيست هالاند. وفي الدقيقه 100 في الدقيقه 97 مسجل هالاند ركله جزاء. اول هدف لهالاند ضد نادي ليفربول في الانفيلد. اي اول هدف هالاند يلعب 8 ماتشات ضد ليفربول في الانفيلد. هذا اول هدف ليه. مباراة جميلة من ناحية مانشستر سيتي. وزادهم هدف ثالث في الدقائق الأخيرة عن طريق ريان شرقي ولكن تنحى عن طريق الفار حتى وكان هدف تقريبا من شر الملعب. نحن في المباراة هذه تقريبا رينا فيها كل شيء. رينا اليسون لاعب ليفربول جارديان تاع ليفربول يلعب في شطر التيران. هبط في وسط التيران هبط يكون 4 دقائق. هذا اللي سبب هدف ثالث نادي تنحاها. ان شاء الله يعجبك فيديو، اعمل لايك والابوني والسلام عليكم.